الدكتور صابر عبد الدايم رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وله كتاب رائع رسالة الدكتوراه عن القيم الإسلامية، وأنا بكتب له مقدمة دلوقتي إن شاء الله، وفي ناس تانيين كاتبين عنه. وكان مكرم منذ يومين يوم الاثنين الماضي في رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة. تفضل يا دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام وأتشرف بوجودي بين حضراتكم علماء وأدباء مصر والعالم العربي، ونفخر بكم دائما في النمسا وفي أوروبا وفي كل ندواتنا. ويسعدني أن ألقى على سماع حضراتكم قصيدة بعنوان محمد رسول الله، نشرت في جريدة الأهرام الدولي عام 2001. نبي الله جئت إلى البرايا تنير دروبهم تمحو الضلال، بقلب فاض بالرحمات نهرا، بوجه شع نورا بل جلالا، بوجهك زادت الدنيا، بحسنك فاضت الدنيا جمالا. تحملت الأذى بعظيم صبر، قضيت العمر كدا واحتمالا، بوجه كله بشر وحب، وقلب زاد بالله انشغالا، وليل الساهر المهموم يؤرقه الأسى عاما فعاما، ووأد للبنات وهتك أرض، وسطو يحرم الناس السلاما. نبي جاء يجمع كل شمل، ويجعل من تشتتنا التئاما. لقد ضلوا وتاه الحق منهم، وما عرفوا الحضارة والنظام. هم الجبروت والعدوان وصاروا القتل والدماء والخصام. وقد نصبوا لحضرته عداء، فنال بفرط قسوتهم سلاما. هل ساووا نبي الله قدرا، وكيف لهم يطالون المقام. فقد أهداه رب الكون وحيا، أفاض به على الدنيا وئاما. رسول الله طبت أيا حبيبي، الكون من رؤياك حالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.